طيب دايما بيتقال ان حضرتك بتشجع بيراميدز وكده علشان حاجة معينة، سواء شهرة سواء مصلحة شخصية. فهل فعلا الكلام ده حاصل؟ يعني في مثلا عقد رعاية بشكل ما او باخر لحضرتك؟ طيب بص، مبدئيا يعني في جزئيه الشهره، انا الحمد لله يعني من عيله مرموقه الحمد لله في البلد، والحمد لله برضه ربنا سبحانه وتعالى رزقني بمهنه مرموقه. انا طبيب بشري اصلا. موضوع ان في عقد رعايه او ان في فلوس او الكلام ده، اقسم بالله انا عمري ما اخدت جنيه واحد من النادي ولا في اي حاجه من الكلام ده. وكل ما يقال على السوشيال ميديا ما هو الا يعني ايه كلام كده في الهوا، ملوش اي صفه ولا اي حاجه. تمام. طيب مع بداية نشأة النادي في 2018 تحديدا، كنت بشوف في جروبات الفيسبوك دعوة لحضور ماتش بيراميدز القادم وليك مش عارف 500 جنيه ووجبة. فهل فعلا الكلام ده كان بيحصل يعني؟ بص في الاستاد وكده. بص هقول لك على حاجه. انا رحت ورا بيراميدز في برج العرب، ورحت ورا بيراميدز في لما جم اسوان عندنا، ورحت استاد دفاع الجو كتير، يعني يمكن اكتر من 10 مرات. عمري في حياتي ما شفت لا فلوس بتتوزع ولا وجبات خالص. تمام. وبعدين انا هقول لك على حاجه. احنا لو فعلا الكلام ده صحيح تمام، نقول نعرف طريقه ايه ونقول للناس الغلابه عليه. يعني في ناس كتير في مصر غلابه، نقول لهم والله يا اخوانا تعالوا يلا خد 500 جنيه. صح. لو هو الكلام ده فعلا صحيح يعني. صح، كلام مظبوط.